نسيم قلب الأسد، وبيرجع لمصر وبيبدأ يراقب علي العاطفي لما بيرجع بشكل مركز جدا، بس من غير ما حد ياخد باله. وحتى لما رجع هولندا تاني صقر المخابرات بتاعنا كان في ديله، ولما تحولت شكوكه لتأكيدات أخد ملفه وطلع على رئيس المخابرات يبلغه باللي عرفه. رئيس المخابرات المصرية لما قرأ الملف اتضايق جدا جدا لأنه حس بتقصير في قلة التحري عن علي العاطفي قبل ما يدخل الرئاسة. بياخد الملف بيطلع على السادات عشان يبلغه، لكن في الأول الرئيس أنور السادات ما صدقش، بس لما عرف ان نسيم قلب الاسد هو اللي ورا المعلومات امر انه يكمل شغله ويقبضوا على علي العاطفي، اللي كانت صدمه كبيره جدا بالنسبه للسادات لانه كان بيعتبره صديق مقرب ليه. بالفعل بيتم القبض على علي العاطفي في كمين محكم حوالين بيته في الزمالك سنه 79 تحديدا في شهر مارس، لما تم اقتحام بيته وقتها. كل عنجهيه قال لهم انتوا ما تعرفوش انا مين وبيتم القبض عليه. كان لسه راجع من السفر من هولندا، طبعا كان خافي كل معدات التخفي بتاعته، لكن على مين يا معلم؟ الضابط نسيم قلب الاسد جاب الديب من ديله، وبعد شويه توتر من علي العاطفي قدام كلام نسيم قلب الاسد انهار اول ما قال له نسيم اسم الي برجمان الضابط اللي كان مشغله، واللي وراله صوره ليه وهو قاعد معاه في حديقه عامه في امستردام. مراته الهولنديه غلبانه ما كانتش عارفه انه جاسوس، وانهارت اول ما دخلت عليه وهم قابضين عليه. علي العاطفي اتجسس على مصر من سنه 72، يعني كان ممكن يعرف تفصيل التوقيت الحرب، كان زمانه مبلغ وكنا رحنا في ابو نكله. اتعرض على السادات صفقات تبادل اسرى من ضمنهم علي العاطفي لكنه رفض، ومن بعده رفض الرئيس حسني مبارك نفس الطلب. فضل مسجون وجاله عمى، وبعدها مات في 1990. اللعبة الحلوة دايما نقول عليها حلوة، والمساعد نجح في زرع جاسوس في حتة مهمة جدا في مصر، زرعوه في الرئاسة مباشرة. بس اللعبة الحلوة من الخصم عمرها ما هتكمل طول ما في ضابط مصري اسمه محمد نسيم أو نسيم قلب الأسد من ملفات المخابرات المصرية العامة.